هل السير على الطرقات العامة بسرعة مفرطة يعد قتل عمد إذا حصل حادث؟ طبعا يعد قتل عمد وجريمة. هاي جريمة اخوان. يعني بعض الشباب الآن مع الأسف وحتى بعض الكبار يعني يمشي بسرعة جنونية، يمشي بسرعة جنونية على الطرق الخارجية، سرعة مو معقولة 200. يعني انت ايش وراك تمشي 200؟ اولا الطرق محفرة، يسوونها اليوم تتحفر باكر. وحتى بالطرق الداخلية مع الأسف الشديد، أنا حصل وياي حادث شخصيا يعني الطريق داخلي. اخوان يعني انت من تصعد بالسيارة، السيارة ملكك، الستوتة ملكك، الدراجة ملكك، لكن الشارع مو ملكك، الناس مو ملكك. واحد مريض، واحد ما منتبه، واحد ما له خلق، واحد يعني اكو هواي اشياء تصير. ليش تمشي بهاي السرعة؟ يعني هسه الرماثة ابسط مثال، ان ترسل طسات وما راضين انه يخلون مطبات بلاستيكيه وكذا بالشوارع. ليش؟ لانه هو يريد يعني ياخذ راحته، فاتح اغاني ويمشي براحته، وبعض الناس مع الاسف يعني جاي يتعاطون ويمشون. فاحنا نريد نشوف دور الدوله. يعني انتم المرور بس بشارع الاطباء ويم الجسر وما اعرف وين واقفين. تعالوا شوفوا هاي المصايب اللي قاعد تصير على الطريق العام، على الشارع العام، على ذيك الشوارع الاخرى الفرعيه. كوارث قاعد تصير اخوان. يعني ناس قاعد تموت بالداخل، حوادث. يعني هاي قبل يوم يومين هذا الحادث، شفتوا المروع اللي صار؟ مع الاسف الشديد يعني عائله تدمرت. الى متى هذا الاستهتار بحياه الناس؟ يعني تصعد بسياره، يعني للبعض هذا الكلام، تصعد بسياره يعني الشارع بعد صار ملكك والناس ملكك استهتار مع الاسف الشديد. طبعا عمد انت متاكد 90% راح يصير حادث. سرعة جنونية على طريق مليان حفر ومليان بشر ومليان حيوانات أجلكم الله. فيا أخوان اتقوا الله في دماء الناس، اتقوا الله في دماء المسلمين.